عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال، ويا رب يملأ ايامكم كلها بالخير والصحة والسعادة والفرح دايما يا رب ان شاء الله. احنا النهاردة مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات. هعمل لكم خلخال اللي هو الصدف او الودع كده ونجم البحر بالخيط. اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، بس ما تنسوناش لو عجبكم الفيديو لايك من ايديكم الحلوه ودعوه حلوه من قلوبكم. ولو انتوا لسه جداد على القناه ولسه ما اشتركتوش فيها، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه بتاعتنا عشان يوصل لكم مننا كل جديد. في البدايه بس اعرفكم بنفسي، انا شيرين ودي قناتي، قناه اوريجينال للاكسسوارات. بنقدم لكم كل اللي انتم محتاجينه في مجال الاكسسوارات، وازاي نعلمكم وايه الادوات اللي انتم محتاجينها، وبنعمل لكم جولات. اي حاجه محتاجينها في المجال بتلاقوها في القناه عندنا. خدوا جوله كده في القناه بتاعتنا، ونتمنى ان القناه بتاعتنا ان شاء الله تعجبكم. في البدايه بس قبل ما اقول ايه هي الخامات، هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة شغلنا بالخيط، فهحتاج المقص والولاعة. هحتاج من الخيط بتاع الحظاظات دوت قطعتين، كل قطعة والتانية 60 سنتي، يعني كل واحدة منهم 60 سنتي. وهحتاج قطعة صغيرة كده 14 سنتي اللي هي الرباط بتاعي. وهحتاج من الودع ده كده والصدف ده كده، نجم البحر كده اهو. تمام. هحتاج يعني انا بصوا الموديل بتاعي ده هعمله ب4 من نجم البحر و5 من الودع بتاعي. تمام. وهنقفله في النهاية هنقفل طبعا في النهاية. هنحتاج خرزتين كده، ده خرز هيماتايد. عندك سي سي بي حطي، عندك تفسيرة حطي، مش هيفرق. اي خرزتين مقاس 4 مقاس 6 اللي عندك متوافر اعمليه، مش هيفرق معاكي يعني. تمام. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب الخيط بتاعنا كده خلاص، وهجيب الناحية دي عن الناحية دي كده اهو، وهمشي حتة كده يعني مثلا حوالي 16 سنتي كده مثلا، وهروح او 15 سنتي، وهروح ربطاه كده خلاص، وهنروح رابطينه كده. تمام. وهجيب بقى الطرفين بتوعي كده. اول حاجة هجيب الودعة بتاعتي كده اللي انا قلت عليها، ومن الناحية العريضة هدخل الخيط واحدة من تحت كده اهو، اهو كده بالمنظر ده كده، والربطة بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين، والناحية التانية من فوق كده اهي، وهنزل بيها لتحت، هنزل بيها لتحت اهو. وهتبقى بالمنظر بتاعي ده كده، من تحت كده زي ما انتوا شايفين، ومن فوق بالمنظر ده كده. هعمل ايه؟ هروح جاية هنا كده وربطة ربطة جامدة معايا خلاص، وهزق الربطة بتاعتي. انا عايزة الربطة تبقى لازقة في الودعة بتاعتي. لو الربطة بتاعتك لقيتيها ملخلخة كده ومش حلوة، فك الربطة بتاعتك كده تاني اهو خلاص، بكل سهولة ما فيهاش اي حاجة. هتفكيها سنة كده وتزقيها بايدك كده وانت بتربطي. انا عايزاها لازقة في الودعة على طول خلاص. هعمل ايه بقى؟ انا هجيب الخيط بتاعي كده الطرفين على بعض، لاني مش هيدخل في نجم البحر الخيط بتاعي وهو بالعرض بتاعه ده كده، فلازم هرفع الخيط بتاعي، فلازم هروح مرفعة الخيط بتاعي ومشعراه على الاخر كده، واسحبه. اولع الولاعة اعمله كده واسحبه خلاص. تسحبيه مع بعض، يعني ترفعي وتسحبي كده مع بعض اهو كده. الولاعة لقيتها فضيت مش عايزة تشتغل، مش عارفة فيه ايه. جبنا واحدة تاني اهو كده.
بصوا بنسحبه مع بعض كده لحد ما نخليه رفنع كده. خلاص. طبعا الحتة دي كده هتيجي تخش في الشغل هتضايقك، تقصيها كده. هنجيب بقى نجم البحر بتاعنا كده وهنروح مدخلينها فيه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتزقيها فيها كده وتدخليها وتسحبيها من الناحية التانية. طب مش عايزة تطلع، طلعيها ورفعيها تاني. خلاص فهمتوا قصدي؟ اهو ما قدرتش تطلع، طلعيها ورفعيها تاني لحد اهي كده تخرج معاكي من الناحية التانية بكل سهولة اهي كده. خلاص. ونروح عاملين ربط بعد النجمة، نزق بردك زي ما زقينا الربطة التانية، نزقها كده عشان انا مش عايزة اسيب مسافات. خلاص. الربطة كده زقيناها بعد النجمة تكون قافلة على النجمة خالص. خلاص. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبة الودعة بتاعتي، طبعا اهو كده هجيب الودعة بتاعتي كده وهدخل واحدة من تحت كده وواحدة من فوق كده اهو. خلاص. واحدة من تحت وواحدة من فوق اهو. وهروح عاملة الربطة. طبعا انا بص بخلي الناحية العريضة في الصدفة الناحية دي في الشغل، تمام، الناحية العريضة الناحية دي. وبرضك هاخد ربطة كده. الربطة بتاعتي زي ما اتفقنا عايزينها ربطة محكمة، ربطة قافلة على الصدفة ما تخليهاش تخرج منها، تقول لها اوعي تخرجي من هنا كده. هنعمل ايه برضك؟ هاجي اخد واحدة نجم البحر تاني، وزي ما بنقول لو الخيط عاكس معاكي تعملي ايه؟ ترفعيه تاني. احنا بنسيب زيادة في الخيط، عشان كده احنا بنسيب زيادة عشان موضوع اللسعات. الخيط غير الواير، الواير بيدخل بكل سهولة، لكن الخيط احيانا يعاكس كده فتضطري ترجعي تلسعي تاني. طب ما هو بقى كل اللسعات دي مش بتاخد مساحة منك، فلو انتي مش سايبة زيادة هتبص تلاقي نفسك احتستي في الشغل بتاعك. خلاص. هناخد نجم البحر كده اهو. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استعينوا بالله وصلوا على الرسول كده على طول تلاقوا الدنيا سالكة معاكم وهتلاقوا الدنيا زي الفل اهو. بصوا. وتروحوا عاملين ربطة تاني كده وانتي بتربطي. بص عشان تبقى الربطة معاكي محكمة وانتي بتربطي كده بتزقي الربطة بايدك كده اهو. خلاص. هعمل بقى همشي بالطريقة دي كده لحد ما اخلص كله وارجع اوريكم بقى يعني في التقفيل بقى في النهاية مع بعض. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين هنعمل ايه بقى كده. طبعا اهو هجيب الطرف ده الطرف ده كده وهندخل خرزة الهيماتايت بتاعتي معايا، والناحية التانية هعمل زيها هلسعها بردك عشان انا ما كنتش لسعاها، وهندخل خرزة الهيماتايت بتاعتنا كده ندخلها في خرزة الهيماتايت كده ونسحبها من الناحية التانية اهو. وهنعمل ايه؟ هنعمل ربطة كده، هنعمل ربطة كده على الحرف ونشد الخيط بتاعنا ربطة خفيفة كده على الحرف عشان ما نهدرش كتير بردك في الخيط. لان احنا طبعا لو انت عايزه تدي طول زياده عشان تاخدي بقى ايه وانت مثلا ايدك مش واخده على الشغل ممكن تعمليه متر ومتر بحيث تدي نفسك مساحه ان انت تقعدي تقصقصي خيط زي ما انت عايزه. تمام اهو كده. خلاص. بقت بالمنظر بتاعنا ده كده زي ما انتوا شايفين اهو كده. خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الناحيه التانية زيها هنلسعها وندخل فيها الخرزه ونربطها بردك وهرجع اوريكم كده بعد ما حطينا خرزة هنا وحطينا الخرزة هنا. بصوا بقى كمان يا حبايبي هقول لكم على حاجة. لو انت عايزة تزودي المقاس شوية يعني عن اللي انا عاملاه ده، انا مثلا عاملاه مقاس صغير شوية، لو انت عايزة تزودي مقاس يعني يكون اكبر شوية ممكن تزودي نجم بحر تاني
عشان يبقى ماشي بالترتيب، يعني صدفة او ودعة ونجمة، ودعة ونجمة. بس انا كنت حابة في الموديل بتاعي ان انا اقفله كده، يعني يبقى قافل على ودعتين بالمنظر ده كده، مش يعني مش يبقى قافل صدفة وودعة خلاص، او نجم بحر وودعة. زي ما قلت لكم، لو حابين ان انت لسه جديدة ولسه اول مرة تعملي الشغل ده، ممكن تقص الخيط متر ومتر عشان خاطر اللسعات بتاعتك. هوريكم نعمل القفل ازاي. هنجيب دي كده ودي كده اهو، هنحطهم هنا. هوريكم بقى هنعملها، ركزوا معايا في الحتة دي او الخطوة دي كده كويس قوي، لان هي الخطوة دي رخمة شوية للحبايب اللي ما بيعرفوش يقفلوا الحظاظات. هنجيب دي كده من تحت كده اهو، احنا ودينا دي ناحية يمين، جبنا الفردة دي كده وديتها كده، والفردة دي وديتها كده، وجبنا الخيط اللي قلت عليه ال 14 سنتي من تحت كده. لازم يكونوا قد بعض كده، من الناحية دي قد الناحية دي خلاص. وهعمل ايه؟ بصوا، هدوس عليه كده، وهجيب الخيط اللي انا قلت عليه حتة كده الناحية دي من فوق الخيطين دول كده، همشيها كده واسيب زي دايرة كده خلاص، وانا حكماه كده بايدي. وهاجي من فوقيه كده اهو، وهروح نازلة من تحت كده، ومن تحت الخيط بتاع الحظاظة بتاعتي او الخلخال، واطلع من الدايرة بتاعتي كده اهو، وانا اسحب ده واسحب ده سوا خلاص. فهمتوا قصدي ايه؟ اوريها لكم تاني كده من قريب شوية، انا بحاول اقربها لكم اكتر اهي. هجيب دي كده واوديها كده خلاص، وانا ماسكاها اهو، واجيب دي كده من فوقيها اهي كده خلاص، وانزل من تحت الختم بتاع الخلخال بتاعي، واروح طالعة من الدايرة بتاعتي كده، واسحب كده، وامشي كده على طول، واحدة ناحية يمين ومرة ناحية شمال. يعني انا اهو هعمل المرة دي الدايرة من الناحية دي، فهمتوا؟ والخيط بتاعه اهو ماشي فوق الخيطين اهو، بصوا الخيط ماشي فوق الخيطين ازاي اهو كده خلاص. واروح جايبة ده فوقيها كده، انا قربت لكم عشان تقدروا تفهموها. واروح جايبة من تحت الخيط كده اهو، ومطلعاه من الدايرة بتاعتي كده، وهعمل كده. عملنا المرة اللي فاتت من الناحية التانية دي، همشي من الناحية دي هعمل كده اهو، وزي ما اتفقنا اهو الدايرة بتاعتي اهي كده اهو كده، واجي من فوقيها كده، واروح نازلة تحت اهو، سحباها من تحت ومطلعاها من الدايرة بتاعتي كده اهو. بصوا كده اهو، بصوا واضحة متهيألي معاكوا اهي، واحدة يمين وواحدة شمال، واحدة تاني. طبعا هعمل لحد ما اخلص الخيط اللي في ايدي. انتي عايزه اقولك القفل ده مجرد ان ايدك بتاخد عليه، انتي بتلاقي نفسك بتعمليه زي الصاروخ، مش هياخد من ايدك ثواني. هو القفل رخم في الاول بس لحد لما تتعلميه. اكتفي بكده. طبعا هسيب بس حته صغيره، هقص كده واسيب حته صغننه كده زي ما انتوا شايفين. والناحيه التانية بردك حاساها طويله شويه، هقص بردك كده. وهعمل ايه بقى؟ هروح جايه كده في الظهر، وهروح لازقه كده، لسعيها اهو كده اهو. بصوا لسعه كده، واروح لازقه كده بالظهر الولاعه. الناحيه التانية بردك اهو، اروح لازقه لسعه كده، واروح لازقاها كده اهو. ما بقتش باينه، وشغل على نظافه على ميه بيضه زي ما بيتقال. واهو كده الخلخال بتاعك اهو بكل سهوله. على فكره تنفع اسويره وتنفع خلخال، بجد بجد زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هو تحفة تحفة. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.